حبايبي مرحلة ابتدائي، أهلا بيكم في درس جديد من قناة ريمين كيمي. هناخد النهاردة زي كل حصة 3 حروف جديدة. أول حرف هناخده هو أول حرف في اللغة القبطية، وهو حرف الألفا. أدي شكل النشت الكبير شبه الإيه بالإنجليزي، وأدي الكوجي الصغير. حرف الألفا بننطقه مضخمة، فيها كده هيبة زي ما قلنا قبل كده، ينطق مضخمة. عندنا بناخد عليه مثال زي كلمة ران. ران بصوا، خلى الحرف اللي بقى اللي قبله ايه فيه تضخيم كده. ران. ران يعني اسم. تاني حرف النهارده هناخده هو حرف الأوميجا. حرف الأوميجا، وادي الشكل النشتي وادي شكل الكوجي. حرف الأوميجا بننطقه او مضخمة، زي ما خدنا قبل كده كلمة أنخ. أنخ خدناها المرة اللي فاتت يعني حياة. وقلنا إن حرف الألفا والأوميجا رمز السيد المسيح، اللي هو البداية والنهاية، ودي بالنسبة للحروف اللي هي من أصل يوناني. تالت حرف هناخده النهارده هو حرف السيما. حرف السيما شبه السي بالإنجليزي. حرف السيما أدي الشكل النشط الكبير وادي الشكل الصغير. حرف السيما ليه 3 أصوات، أو ليه بننطقه، ليه 3 طرق للنطق. بننطقه زين في الكلمات اليوناني، بس لو جه بعده حرف المي بننطقه إيه؟ زين. زي كلمة كوزموس. كوزموس بص نطقناه زين عشان جه بعديه حرف المي، بس لازم تكون الكلمة من أصل يوناني. كوزموس يعني عالم. بننطقه سين زي كلمة بخريستوس، خدناها قبل كده، اللي هو السيد المسيح بخريستوس. لو جه بعده حرف تضخيم اللي هم الألفا أو الأوميجا بننطقه صاد، يعني بنديله هيبة كده، زي كلمة إيه؟ سوتير. سوتير اللي هو مخلص. كلمة سوتير مخلص. يبقى حرف السيما بننطقه زين لو جه بعده حرف المي في الكلمات اليوناني، زي كلمة كوزموس، أو سين زي كلمة بخريستوس، أو صاد لو جه بعده حرف تضخيم اللي هم الألفا أو الأوميجا، زي كلمة سوتير.